بينما المنتخب المغربي يواصل الفوز في كل مباراة وتحقيق العديد من الألقاب، ها هي الجزائر تتلقى صفعة قوية هذا اليوم في قلب المغرب الشقيق. دوك بارفوا البرومي ماتش ما يخرجش مليح، بصح من بعد تبدا تطلع. نتمناو حنا نطلع. سكي في مال لو كان ما تبداش تطلع، تما نبداو نتكلموا هذا الكلام اللي رانا نقولوه. هذه هي اللي المروك اليوم المدرب تاعهم كما يقول لك ذكي، يلعب للقدام، واليوم شفناه دار مقابله في المستوى ممتاز لاعب هذا. هذوما تغييرات سي كوم سا، تخطط قال هدايا ويدور مليح هذا، بصح لو كان هذا الجون هذا نديرو في بلاصه يجيب لي لو بليس، الور نحيه ما كاش هضره، فوتبول ما فيش عاطفه، ما كاش عاطفه، هذا هو الفوتبول. وزيد استنى، انت كي تكلمت هذا الكلام هذا اليوم شفناها صح، عطاتنا كومام دي بو فوتبول، يلعبوا كره جميله تكتيكمون مستوى، يفو ريكونات مستوى. هذا هو يفوقني عليه تعادل موش والكلمه صح. كيف هذا نولي نحوس على التعادل؟ لا باش ما يدخلش، احنا نحبوا نولي باش ما يدخلناش الدوت عليه، ما كاش دوت تدخل. قلت لك الماتش هذا خلاص نديروه كوتي، نخبيوه لاباجي تورني، مي يعني با ديشيري يعني مغلوقه وتحبس تم. مي ناتاكيو نابورديو لو ماتش دون دو ميور كونديسيون اي اسيي دو غاني سو ماتش. دوك احنا لالجيري افيك دي جوار بارا افيك لي مويان لي بريباراسيون تو سكيل فو صح. انت عندك وصحافيين يضربوا بك يكتبوا صح. ما نحوزوش نجيبوا ناس تاع المهنه يكونوا عليه، كيكونوا ستار تكنيك لاعبين قدامى عندهم مستوى في لي كلوب، تما عاود فوتبول عاود كمل سمحوا لي. حبيت ندير هاد لا بريسيزيون باسكو نعم البلدان الافريقيه صحيح انها تطورت. خلينا نتكلم على وقت وين كان انتقاك بيش داتيريساج وما كانش. اليوم كاين بلدان تطورت في كره القدم، لكن حنا من 2019 حنا نقولوا الناس هي تطورت، المنتخبات هم تطوروا، ولكن حنا اين هو التطور؟ التطور يجيك دقيقه باقي نكمل. اسمح لي، واش من التطور يجيك في منظومه كرويه جزائريه فاسده صح فاسده. حنا اون سي اوكوبي دو تو سوف دو ليسونسيال، سيتادير فورمي دو جون جوار، عندنا الطالون، اعطي لهم ان بلان دو كارير يعاود يولوا كي عجبها ولات تخدم فريق يلعب لي شامبيون دي موند دي جون كاتيجوري ويصبح بارمي لي فافوري دو لا كان ولا دو لا كوب دي موند. حنا ما عندناش اي مكان حنا ما خدمناش نو سولمون ما خدمناش، عفنا وعليه كيما يقول لك باللي سي فري كي تشوف الماتش دو شامبيون فيها غير الدبسه، ما كاينش لاعب ويجروا غير يجروا صافي 5 سيزون كنا نشوفوا فوتبال، كاين دي جوار. حنا دوك تحوس الشامبيون ناسيونال كاع ما تلقاش ان افونسون، ما تلقاش ان انيماتور 8 ان انيماتور 10، ما تلقاش ان لي دروا بيركوتون ان سونترال يعرف يمشي البالون. هذا سي دو مي هادي انا شتو دي سي في اكسبري. C'est des gens qui étaient à la tête du football national, qui étaient non pas seulement du tête national, qui ont tout fait باش هذا الفوتبول الجزائري يموت دون لور، يقتلوه pour d'autres raisons. شكرا للمغرب، كانت مباراة جميلة وجمهور جميل، والأجمل من ذلك الملعب العالمي ملعب محمد الخامس. يا ونسي سادتي في أجواء جنائزية شاهدنا لقاء على الأعصاب. كل الشعب الجزائري اليوم يقول 5 سنين بركات، 5 سنين من الإخفاقات بركات، لأننا تجاوزنا الخطوط الحمراء مثل ما كان يسمى جمال بالماضي الخط الأحمر. أين هم أصحاب البلاطوهات الذي كان يتنادى بهم المدرب الوطني ويشكك في نواياهم وفي وطنيتهم؟ أين هما أصحاب التليفونات التي قال الناخب الوطني مؤخرا أنه بعد 5 سنوات سيتاني شك كو مازال تليفوني صوني بطريقة مهينة؟ لكن اليوم كارثة حلت بالكرة الجزائرية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، بداية بالناخب الوطني الذي ينال كما يعلم الجميع راتب معتبر جدا. الدولة الجزائرية وضعت تحت تصرف المنتخب الوطني فندق بأكمله من أجل التحضير. الدولة الجزائرية وضعت في تحت تصرف المنتخب الوطني طائرة خاصة لنقله من أجل التحضير بالعملة الصعبة للتحضير في ظروف جيدة، لكننا لم نتمكن من تحقيق فوز في نسختين متتاليتين، وهذه لم تحدث في تاريخ كرة القدم الجزائرية منذ الاستقلال. انهزم أمام سيراليون، تعادلنا أمام غينيا، وانهزمنا أمام كوت ديفوار في الدورة الماضية. بينما المنتخب المغربي يواصل الفوز في كل مباراة وتحقيق العديد من الألقاب، ها هي الجزائر تتلقى صفعة قوية هذا اليوم في قلب المغرب الشقيق. كانت هذه فقط مقدمة عفوية لم أقم بتحضيرها، لكنني مثل ما
مثل الشعب الجزائري ومثل اللي راه معايا في البلاطو احباط كبير وكارثه حلت بنا بعدها. المغرب مبروك عليهم، الناس تخدم لبلادها، ما كاش واحد ما حب يتحرك. بعد يقول باللي كنا كل مره علاش هذه المره كنت هولوا في القضيه وكانوا الامر جلل، في حين انه قال حياتنا. هادو لم يقولوا هكذا، نقولوا مش عليك افو كانت الخساره، بصح انتم قالنا روحوا هذوك راحوا، يروحوا انتم قالنا كيما راحوا هذوك، روحوا اخطيوا الفوتبول. يا اخي الاولين كنت تقولوا هكذا، ولو كلام شارع هذا كلام تاع شارع ماشي تاع مسؤولين، كلام تاع شارع. روح انت غدوه يسقسيوا دونزان ولا تشوف ولا تشوف ركراكي غدوه وان شاء الله يروحوا يديو ايوا حتى لا كوب دافريك ولا لا كوب دي موند كاع يديوها ولا يتيليمينا، ما يقول لهمش هذا الكلام، يحطوا يروح. الناس مسؤوله. انا خدمت خويا ما نجمتش نروح، ما نهضرش على اللي فات، انتم هنا ما كاش هدمتوا الفوتبول، درتوا صور، بنيتوا لا ميراي دو شين على الناس اللي كومبيتون، غلقتوا عليهم بلي ريزو، تخلصوا سيرتان بالمعارف تاعكم بالجهويه تاعكم بكلش. فوزاد انكابابل دوميني لالجيري او موان الفوق، ما كاش اللي هو يشرف واللي ما يشرفش خويا. ماناش نقولوا ما بالعاني ولا ما نجمتوش، فو كيتي لا طابل ولا ما تروحش من الطابله. كاين اللي يقولوا لك روح ولا المسؤولين فيدراسيون ام جي اس ما يقولوا لهمش روحوا، وزيد طلع الفوق ما يقولوا لهمش روحوا. يا اخي وعلاش حنا نربحوا العداوه؟ حنا نكريتيك تا لونترينور ما خدمش تا البريزيدون فيدراسيون، وعلى حنا ناخذوا الاخر علينا. حنا قالنا نوليو هنا، حنا قالنا نوليو انكومبيتون ونوليو نجيو هنا نجيبوا الوقت. لا باس وي سيا ولد سيا وملاح ونقعدوا غير نتمسخروا. يا اخي لا خويا، كان اللي عنده قلبه حار وكان اللي عنده قلب تاع الدجاجه، ماشي كيف خويا، ماشي كيف. يفو كي لي اون رياكسيون، ماشي لي زونترينور حنايا. الناس قاعد تروح، الناس تحب ديميسيون، الناس ما كاش اللي يقول لهم. الا حنا نربحوا العداوه مع هاد الناس؟ علاش؟ دي فهمني علاش؟ ما نديو دراهم، ما نكدا ونزيدوا نربحوا العداوه مع الناس هذوما. نريد ان نصبح مثل المغرب الشقيق. الو، معنا مكالمه جديده من وهران. الو، معنا الجيلالي. يا ميلوده والله غير عييت، المنتخب تاعنا راهو يطيح يوم بعد يوم. اليوم يتعادلوا مع غينيا في قلب المغرب. يا اخي عيب، كنا نقولوا راحوا يرجعوا بقوه، بصح بان باللي ما كان لا مستوى لا هم يحزنون. الشعب كامل راهو محروق من هذه النتائج. يا الجيلالي، صحيح النتيجة ماهيش مليحة، بصح لازم نصبروا، يمكن المرة الجاية يكون خير. خير منين يجي؟ يا ميلودة شوف المغرب تيفاه راهو يطير، ربح النيجر ب5 وزامبيا ب4 وتأهل رسمي لكأس العالم، وهما يلعبوا في ملاعب عالمية، ملعب محمد الخامس، مولاي عبد الله، طنجة، مراكش. هذه ملاعب حقيقية تفتح النفس. وإحنا وين نلعبوا؟ أرضية كيف الطين، كراسي مهرودة، تنظيم صفر. بصح يا الجيلالي، فريقنا ماشي سهل، عنده تاريخ وحده ما يكفيش، الكرة خدمة وتنظيم. شوف المغرب كيفاه الإعلام الأوروبي كامل يشكر فيهم، حتى القنوات الإفريقية تقول باللي المغرب ولا مرجع، وإعلامنا غير يقعد يطيح في المغرب، قال لك فوتوشوب، قال لك ذكاء اصطناعي. يا أخي تعب هذا الشيء، العالم كامل يشوف بعينيه وهما باقين في نفس الكاسات. فهمت قصدك، بصح ما تنساش باللي لازم نوقفوا مع الخضر، راهم يمثلونا. بصح واش راهو يمثلنا؟ اليوم المغرب راهو شرف إفريقيا، راهو يوري العالم معنى الاحترافية. 5 ضد النيجر، 4 ضد زامبيا، ملاعب أوروبية، جمهور حضاري. وإحنا غير هضرة في الجرائد وتبريرات واهية. الفرق واضح، المغرب يخدم ويبان، وإحنا نهضروا ونبقاو بلا نتيجة. كلامك صحيح يا الجيلالي، الغيرة ما تنفعش والوقت راهو يضيع. بالضبط يا ميلودة، الغيرة هي المرض. بدل ما نخدموا ونبنوا ملاعب ونطوروا الكرة، بقينا نحكي ونطيحوا في الناس، والمغرب سبقنا بسنوات ضوئية ورانا غارقين في الأعذار. يا أخي والله غير كي تشوف إنجازاتهم تتحسر على بلادك.